بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أخيرا بعد سنين طويلة الفيفا تنصف نادي الزمالك في أحقيته بلقب نادي القرن، وشوبير يرفض صفقة أشرف بن شرقي بشدة. ليه؟ هنعرف في الحلقة دي. والأهلي عدى صفقة المليار. حارس الأهلي في مفاوضات متقدمة مع الزمالك، ومحمد شريف في مفاوضات مع الزمالك، ولكن في تفاصيل مهمة في الملف ده هنتكلم معاكم فيها. أهلاوي فضح النادي الأهلي وخناقة الصفقات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، وكمان هنتكلم على حديدة رحلت وجت بدلا منها 12 حديدة زائد متحدث رسمي. خلونا نسلم عليكم جمهور نادي الزمالك، النادي الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين. أكيد لو لسه ما شرفتناش باللايك الجميل بتاعك أكيد هيسعدنا أنك تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش معنا في القناة فأكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير للفيديو. تعالوا نبدأ كده لغاية ما الناس تبدأ بقى ايه، واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات في كل موضوع بنتكلم فيه. ناخد كده موضوع كده من على وش الايه، من على وش القفص كده. الحكم على مشجعين ثلاث مشجعين المتهمين بتوجيه هتافات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بالسجن 8 أشهر ومنعهم من دخول الملاعب لمدة عامين. الله أكبر. ايه علاقة فينيسيوس والشحات؟ ما احنا مش هنخلص من الموضوع ده، ولكن لازم نثبت التزييف والكذب والتدليس. ما هو دول مشجعين في المدرجات، مش المفروض اللي بيحصل في الملعب ما يروحش القضاء وما يروحش للنيابة؟ ايه اللي ودى المشجعين دول للنيابة واخدوا سجن 8 شهور ومش مع ايقاف التنفيذ؟ ده هيتنفذوا، يعني هيتحبسوا، زائد منع من دخول الملاعب لمدة عامين. ايه ده؟ يعني عقوبة رياضية وعقوبة جنائية. اما المدلسين الكدابين اللي هنا اللي بيقول لك اصل حسين الشحات عقوبته رياضية بس عشان داخل الملعب، هم اللي هتفوا ضد فينيسيوس جونيور بهتافات عنصرية مسيئة. نادوا عليه وهم في الشارع، ولا هم في الحارة، ولا هم على سطوح بيتهم، وهم داخل الملعب، وهم في الاستاد. شفتوا الكذب؟ شفتوا التدليس؟ شفتوا العهر بتاع السوشيال ميديا بتاعت الاهلي؟ عهر. 8 أو 3 مشجعين اتحبسوا 8 شهور، وهنا يقول لك اصل عقوبه رياضيه ما دام جوه الملعب بس. ايه اللي يوديهم القضاء؟ كدابين مدلسين. فينيسيوس جونيور بيكشف الفضيحه اللي عندنا في الاعلام وايضا في السوشيال ميديا الاهلي، المفاضيح. تعال ندخل على الفيفا تنصف نادي الزمالك في لقب القرن. بصوا يا رجاله، لو عدى 100 سنه على لقب نادي القرن، والكلام ده مش للزملكاويه، للاهلاويه، لو عدى 100 سنه على لقب القرن مش هننساه، ولغايه ما نموت برضو مش هبطل كلام في الموضوع ده، ولا جمهور نادي الزمالك هيبطل كلام في الموضوع ده. زي الفلسطينيين، شفت بيطالبوا بحقهم من امتى؟ ورجاله وصامدين. احنا بنقلدهم. احنا عندنا حق ولا يضيع حق وراءه مطالب، فاحنا هنفضل نطالب بحقنا اليوم الدين. ان اللي حصل ده كذب وتدليس وتزوير في اوراق رسميه. الفيفا وهي بتعمل، وده اللي قالوا للامانه لازم الحق ينسب لاصحابه، اللي عمل الاحصائيه دي واللي عمل الكلام الجميل ده الصحفي الزملكاوي عبد اللطيف فوزي. جاب، ما هو الفيفا بتعمل كاس العالم للانديه، وكاس العالم للانديه المفروض انه البطل هيشارك بتاع كل قاره. طب دول حوالي يعني اعتقد 25 فريق، مش عارف ولا كام فريق، هم فرق كتيره. طب الباقي ايه؟ الباقي اخدوهم بتصنيف النقاط، عملوا تصنيف عشان ياخدوا بقيه الفرق من اوروبا وامريكا الجنوبيه واسيا وجميع القارات يعني. فطلع
الاحصائيه اللي الفيفا عملت بيها موضوع التصنيف عشان الفرق تنضم لكاس العالم للانديه، اخذ الصحفي عبد اللطيف فوزي الاحصائيه دي وطبقها على افريقيا وعلى طبخه نادي القرن. طلع الزمالك بالنقاط اكتر من الاهلي. ليه؟ لان الفيفا اعطت البطوله اللي هي دوري الابطال اعطتها قيمه واعطتها زي ما بيقولوا كده ايه، يعني قوه. ويقول لك اصل ما احنا عشان انسحبنا. انت يا ابني انسحبت السنين اللي انت انسحبت فيها. برضو الصحفي عبد اللطيف فوزي شال الزمالك اخذ في الثلاث سنين اللي الاهلي انسحبهم دول، الزمالك اخذ بطوله مره واحده بس. البطوله دي اتشالت برضو الزمالك اكتر من الاهلي في النقاط اللي هي الفيفا عملتها واستندت اليها. يعني حتى الزمالك بالبطولات هو نادي القرن، بالنقاط اللي عملتها الفيفا دلوقتي في الاحصائيه بتاعه التصنيف الانديه برضو الزمالك نادي القرن. شفت العهر والتدليس؟ انا هحاول ادخل على صفحه الصحفي عبد اللطيف فوزي وهنقل لكم الاحصائيه دي على صفحتي طبعا على لسانه، طبعا اكيد على صفحتي على الفيسبوك. هعمل شير وتدخلوا بقى الصفحه بتاعتي هي نفس اسم القناه، والقناه هي الصفحه، وكمان انستجرام وتويتر وكل حاجه الاسم واحد، وتيك توك حتى. فاعتقد ان الزمالك حقه بيرجع له، والفيفا بتنصف نادي الزمالك في لقب القرن. تعالوا بقى نسيب الفيفا ونيجي عند شوبير. شوبير هو عدو النادي الزمالك، يعني كل الزملكاويه عارفين ان احمد شوبير هو عدو النادي الزمالك. فاللي العدو يقول لك عليه، يقول لك انا نصيحتي تعمل كذا، لما عدوك يقول لك كده وانت مغمض اعمل عكسه. ليه؟ عشان خاطر شوبير كل يوم يطلع في الراديو يقول لك ان اشرف بن شرقي الزمالك لا يفوضه، اشرف بن شرقي غير مفيد للزمالك، اشرف بن شرقي غير مؤثر مع الزمالك، الزمالك مش عارف ليه بيدور على الماضي، اشرف بن شرقي هياخد 100 مليون في السنه الزمالك يروح يجيب بيهم 2 3 لعيبه افارقه صغيرين. انت مالك؟ انت مالك؟ طب بالعندي فيك اشرف بن شرقي احنا عاوزينه. ما دام انت قلت احنا مش عاوز اشرف بن شرقي يجي الزمالك، ما دام انت قلت كده انا بقى بقول لك ان اشرف بن شرقي ان شاء الله هيجي نادي الزمالك، والحاجه اللي انت بتقول عليها هنعمل عكسها، لان يبقى هو ده اللي في صالح نادي الزمالك، لان انت اكبر كاره يا احمد يا شوبير واكبر عدو لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك. انت عدو لينا مش تبقى عارف يعني. فالموضوع غريب جدا، يعني بتتدخل في اللي مالكش فيه بصراحه يعني. وانت اصلا انسان، يعني ما تقوليش اصل انا بقدم برنامج وانا لازم اخبار. انت مش محايد، انت مش محايد. انا هنا في قناتي اتكلم على اللي انا عاوزه. محايد مش محايد انا حر، ان شاء الله اقول ريان يا فجل. انما انت راجل بتطلع على تلفزيون الدوله وعلى الراديو بتاع الدوله، فغصب عنك لازم تكون محايد. فانت مش محايد، فانت عشان كده عدو ليا وعدو الجماهير نادي الزمالك يا احمد يا شوبير. واللي انت هتقوله هنعمل عكسه ان شاء الله باذن الله. ومش انت بس، انت وهبه، يعني اللي هبه هتقول عليه برضه هنعمل عكسه. مين هبه دي؟ دي واحده صاحبي، يعني واحده صاحبتي انت ما تعرفهاش، على راي عادل امام والفنان سمير صبري في فيلم البحث عن فضيحه. هبه دي واحده صاحبتي انت ما تعرفهاش. ما تعرفوش اللي حصل لهبه؟ الاحمر والاسود. طيب تعالوا بينا ندخل على موضوع تاني. الاهلي عدى المليار، الاهلي عدى الفلنكات. انا هنا اكتر واحد بنتقد الاهلي، ولكن كان الفترة اللي فاتت من كذا شهر كان الفيفا بتفكر تعمل الجايزة، او مش الجايزة، يعني قيمة ان انت تشترك في كأس العالم للأندية الجديد اللي جاي في 2025 تاخد 50 مليون دولار. الفيفا كانت بتفكر في الموضوع ده، ولكن الرعاة لقوا ان الارقام هتكون كبيرة قوي، وعدد الفرق اللي مشاركه كتير، يعني مش زي الفرق اللي بتشارك كل مره، لا المره دي كتير يعني. فالرعاة طبعا رفضوا وقعدوا يقللوا لغايه ما وصلوا ل 20 مليون يورو للفريق اللي هيشارك في كأس العالم للأندية. مجرد المشاركه، يعني اللي هي كل الفرق هتاخد. الصعود بقى للادوار التاليه بياخدوا طبعا اكتر، ولكن يعني انا بكلمك على الستاندرد، بكلمك على الثوابت اللي الفرق هتاخد اول ما تشارك على طول. ريال مدريد كانوا بيقولوا اصلي وانشيلوتي شايف ان الفلوس ضعيفة وكلام من هذا القبيل، ولكن ريال مدريد الادارة حسمت موقفها
وقررت المشاركه في البطوله، لان البطوله طبعا مش هيبقى ليها قيمه بدون بطل اوروبا ريال مدريد وبطل العالم يعني. فخلاص ريال مدريد مشارك في البطوله، وكل فريق هياخد 20 مليون يورو. انا بقى ماليش دعوه بريال مدريد، انا ليا دعوه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي سيحصل على 20 مليون يورو. يعني كام 20 مليون يورو؟ بالمصري حوالي مليار اكتر من مليار، يعني مش عارف مليار و26 مليون حاجه كده يعني انا بكلمك بالويم، يعني مليار و26 مليون. فانت بتتكلم في رقم حاجه يعني رقم مهول. ما عارف مليار جنيه يعني ايه؟ ده انت مش تشتري لعيبه، ده انت تشتري فرقتين. شوف الاهلي بسبب مشاركته في بطولات افريقيا عمل ايه. طبعا مشاركته فيها تدليس وبيدخلوه بيساعدوه وبيعملوه في نفس الوقت، ولكن ادارتهم برضو ما هي شغاله. ما بيطلعوش كل شويه يمسكوا الحديده، وما بيطلعوش كل شويه يمسكوا مش عارف ايه ويطلعوا على التلفزيون. الناس قاعدين، الناس تحس عينيها شبعانه، مش جعانين حديده، مش جعانين اعلام. انا هاجي لهم دلوقتي، جعانين الحديده وجعانين الاعلام. انا جاي لهم دلوقتي، ما انا كل يوم هاخدهم غسيل ومكوى عندي، دول بقوا ماده يعني اساسيه. فمليار جنيه، مين اللي هيقدر ينافس الاهلي بعد كده؟ ده الاهلي بدون المليار دول انت صعب تنافسه من الناس اللي واقفه وراه بتدعمه بتديله مليارات، والرعاه وفي دول واقفه مع الاهلي، دول عربيه واقفه مع الاهلي، دول مش بقى واحد، دول بيعملوا له استاد وبيعملوا له مدينه رياضيه وبيعملوا له مش عارف ايه وفندق ومستشفى. بقول لك دوله كامله بمسؤولين الدوله دي. انا مش قادر اتكلم. مسؤولين اللي هم الحكام واقفين مع الاهلي. فده بدون المليار، فما بالك بالمليار. فالاهلي ماديا عدى بالفلنكات، خلاص عدى بالفلنكات يعني. ده بالنسبه، وربنا يسامح او لا، ربنا لا يسامح اللي كانوا السبب في اللي الزمالك في الوضع ده، سواء اللي موجودين او اللي فاتوا. الله لا يسامحهم كلهم. عشان في ناس بتقول لي اصل شفت اللي فات. لا يا حبيبي، ولا اللي فات ولا اللي موجود ولا اللي، كله زي بعضه، كله عندي واحد. انا ما عنديش الا الزمالك بس، كله عندي واحد. سواء اللي ضيع 5 مليون دولار على غرامات الفيفا، ولا اللي كل واحد ماسك لي حديده وعامل لي فيه عبد الباسط حموده. بصراحه كله عندي زي بعضه، ما عنديش بقى اصل ده واصل ده. المهم تعالوا ندخل على موضوع تاني. حارس الاهلي في مفاوضات مع الزمالك. وكيل الزنفولي عرف من النادي الاهلي ان الاهلي مش هيكمل مع الزنفولي، هو كان واخدينه اعاره بنيه الشراء، فالاهلي مش هيفعل البند بتاع الشراء. فوكيل الزنفولي عرض اللعيب على الزمالك، وجوميز لسه بيحسم قراره في الزنفولي. بالمناسبه اللي اسمه وليد دعبس ده طلع امبارح، اللي هو رئيس مش عارف مودرن ولا النادي كده اسمه ايه. المهم طلع وبيقول لك وجنش وما عندناش مانع يختم في الزمالك. يا جماعه الزمالك مش دار تكريم الانسان. انا مالي مع احترامي الجنش حبيبي ومحترم وكل حاجه، بس انا مش هرجع جنش عشان خاطر يتكرم على حساب اهلي. لا يا فندم، انا عاوز نفسي نفكر بقلب الاهلي. يعني علي معلول مش عارف ايه، يلا مع السلامه، هات يحيى عطيه الله. محمد شكري برجعه جاله رباط صليبي، يلا امشي مش عاوزك، هجيب واحد واقف على رجله. نفسي نفكر بالبراجماتيه دي. انا مش يعني مش فاتح حضار تكريم الانسان. انا مع احترامي الجنش ماليش دعوه بتكريم جنش. فانا عاوز حارس كويس للزمالك، وخاصه ان عواد احتمال ويقعد ويمشي، وصبحي وصبحي مستواهم زي الزفت. فالزمالك او وكيل الزنفولي عرض اللعيب على الزمالك، وجوميز بيفكر في الزنفولي، كذلك محمد شريف. الظاهر اللعيبه بتاعتنا متصيطه على الفاضي. اللعيبه بتاعتنا واخدين ألم في نفسهم وبيطلعوا بره بيتكشفوا. نادي الخليج السعودي يعرض محمد شريف للبيع خلال فترة الانتقالات الحالية، وعقد اللاعب يسمح له بالانضمام لأي نادي وليس الأهلي فقط. اولا محمد شريف مش عاوز يلعب للزمالك، هو خايف من جمهور الاهلي، شايف ان هو عمل تاريخ مع الاهلي وعمل شعبيه مع الاهلي، فهو يقول لك انا مش هرجع على الزمالك. ممكن بقى لو الاهلي ما خدوش بيراميدز ياخده،
لو بيراميدز والاهلي ما اخدوش ومفيش قدامه غير الزمالك ممكن شريف يفكر. فانا لو راجل مسؤول الزمالك مش هبقى استب لاي حد. انا الزمالك ده حاجه كبيره اكبر من شريف ومين اللي يتشدد له، فانا ماليش دعوه بشريف. وبعدين محمد شريف عنده 30 سنه وانا راجع لي حسام اشرف وعندي الجزيري. يا جماعه ما اجيب مهاجم افريقي يا جماعه. يعني انا عندي مهاجم عربي وهيبقى عندي مهاجم مصري اللي هو حسام اشرف. طب ما اجيب مهاجم افريقي يبقى عندي عربي ومصري وافريقي اللي هو الجنسيه السمراء غرب افريقيا. يعني محمد شريف مين مع احترامي ليه يعني؟ ده بيبيعوه في ده، يعني مع احترامي النادي الخليجي السعودي ده نادي مش على الخريطه في السعوديه، وكمان بيستغنى عن شريف. يعني شوف اللي احنا وصلنا له، يا شوف مستوى اللعيب بيقول ايه، ان نادي الخليجي اللي هو مش عارف مركز الكام في السعوديه مش عاوز محمد شريف. ولا برضو الزمالك عاوز محمد شريف. معلش يعني مين محمد شريف يعني؟ لعيب كويس داخل الدوري المصري، ولكن انا هعمل بيه ايه معلش مع احترامي يعني ليه؟ وغير كده هتروح ده بيقول لك عارضينه للبيع، يعني مش فري وصفقه انتقال حر، ده عارضينه للبيع. طب الخليج مشتريه ب 2 مليون دولار من الاهلي، طب هيبيعه بكام؟ يخسر فيه نص مليون دولار؟ يا عم لا، هيبيعه زي ما اشترى ب 2 مليون دولار. طب انا اروح اشتري محمد شريف ب 2 مليون دولار ولا حتى مليون دولار يدفعوا فيه؟ انا محمد شريف لو اشتريه، انا لو رئيس نادي الزمالك يعني هعرض عليه 12 جنيه ونص، يا اما يجي لي انتقال حر ووفر 12 جنيه ونص دول اديهم للمرتبات للعمال في النادي والكلام ده كله. انما انا مش ما اشتريش محمد شريف مع احترامي ليه يعني. طيب الصحفي احمد الهواري اطلق قنبله وقال ان عضو مجلس اداره نادي كبير مشغل صفحات ولجان للهجوم على الجهاز الفني في اي فرصه عشان يمشيهم بضغط جماهيري، وشغال على الصفقات اللي ملوش علاقه بيها بيخلص عليها، ويصيطوا الصفقات اللي جايبها ويطالب انهم يلعبوا، وبدأ دلوقتي يشتغل على اللعيبه اللي بيحصل عليها تفاوض من وراه، وان دي صفقات لا تليق بالنادي. طب حضرتك شفت اصلا اللاعب ده ولا عشان مش جاي عن طريقك؟ طبعا انتوا عارفين احمد الهواري بيتكلم على مين؟ اكيد على مجلس اداره نادي الزمالك، واكيد على العضو اللي في مجلس اداره نادي الزمالك المكلف بالاشراف على فريق الكوره. هل هو يقصد ولا لا الله اعلم، ولكن انا احساسي ان هو يقصد احمد سليمان. الصفقات اللي يعني مش هو اللي داخل فيها بيكلم بقى اللي جنب بتوعه يعملوا هجوم عليها عشان ما تجيش، والصفقات اللي هو جايبها بيتلمع فيها. ما هو ده شغل بيحصل، واكتر من عضو مجلس اداره في الزمالك ما هو بيفاوض لعيبه، وكل واحد فاكر نفسه ان هو جوزيه مورينيو وبيفاوض لي لعيبه. ليه؟ عشان احنا عندنا مجلس حمصي، مجلس صوره بتنجانيه، ما عندناش مجلس اداره بيعمل اختصاصات زي ما ضحكوا علينا. احنا هنيجي عاملين لجان كل واحد ليه دور، وعاملين شغل مؤسسي، وعاملين شغل مؤسسه. ده اللي هي في المؤسسه في شبرا الخيمه، هو ده اللي انا اعرفه، انا ما اعرفش مؤسسه تاني. فمش عارف احمد الهواري هل يقصد احمد سليمان، ولكن انا اعتقد ان هو يقصد احمد سليمان. تعال بقى بينا ندخل على اهلاوي فضح الاهلي. خالد طلعت الصحفي الاهلاوي اللي شغال في موقع في الجول، يمكن انا ما بستظرفوش شويه، ما بحبش اتفرج عليه، ولكن للامانه الراجل شغال مهني يعني بشكل مهني كويس للامانه يعني. بيقول لك ان في فرق عربيه وافريقيه خاضت مباريات الموسم الحالي بمعدل اكتر من الاهلي. يعني مثلا على سبيل المثال ريفر يونايتد النيجيري لعب 48 ماتش بمعدل مباراه كل 5.3 يوم. الهلال السعودي لعب 53 ماتش بمعدل مباراة كل 5.5 يوم. اتحاد جدة السعودي لعب 52 ماتش بمعدل مباراة كل 5.6 يوم. النصر السعودي 51 ماتش بمعدل مباراة كل 5.7 يوم. مازيمبي الكونغولي لعب 49 ماتش بمعدل مباراة كل 5.7 يوم. اتحاد العاصمة الجزائري لعب 46 ماتش بمعدل مباراة كل 5.7 يوم. صن داونز لعب 51 ماتش بمعدل مباراة كل 5.9 يوم. العين الاماراتي 49 ماتش بمعدل مباراة كل 5.9 يوم. بترو اتلتيكو الانجولي لعب 43 ماتش بمعدل مباراة كل 6 ايام.
دريمز الغاني لعب 47 ماتش بمعدل مباراة كل 6 ايام و1/10. الوداد المغربي لعب 44 ماتش بمعدل مباراة كل 6.2 يوم. نهضة بركان المغربي 44 ماتش لعبهم بمعدل مباراة كل 6.2 يوم. والكهرباء العراقي، ده وصلنا للدوري العراقي، الكهرباء العراقي لعب 41 ماتش بمعدل مباراة كل 6.2 يوم. والأهلي المصري في المرتبة الأخيرة ب 41 مباراة بمعدل مباراة كل 6.3 يوم. يعني ده الدوري العراقي أفضل منك، الدوري المغربي، الدوري النيجيري، الدوري الأنجولي، الدوري الإماراتي، الجنوب أفريقي، الجزائري، الكونغولي، السعودي، النيجيري، كل ده أفضل. والننوس اللي مفخد اللي واخد أجازة الوضع اللي حالف بالله ما يلعب ما بين الماتشين اللي هم في مباريات النوك اوت، حالف ما يلعب ما بينهم. فطبعا لازم الننوس اللي عندنا حيلتنا لازم ندلعه، وما هو بسبب الدلع ده ما هو بياخد بطولات افريقيا يعني. فحاجه جميله قوي لما الننوس بتاعنا يحصل على المركز الاخير في الننسه. تعالوا ندخل على موضوع تاني. بالمناسبه محمد شحاته الزمالك هيفعل العقد بتاعه، ومفيش اصل هو جاي له عروض والحكايه والروايه. الزمالك بيمتلك عقد شحاته، اللعيب موقع على عقود لنادي الزمالك، واللعيب ماضي وباصم، والزمالك بمجرد ما يدفع الفلوس لنادي طلائع الجيش القصه هتنتهي. وعايز اطمنكم نادي طلائع الجيش هو تابع للمؤسسه العسكريه. المؤسسه العسكريه منضبطه محترمه، ما عندهاش الشغل بتاع الانديه الخاصه وانديه الشركات والكلام ده كله. لا اصل احنا هنزود هنعلي الكلام ده كله. ده نادي تبع المؤسسه العسكريه اسمه طلائع الجيش، فخلاص كلمتهم واحده، فما تقلقوش على محمد شحاته. تعال بقى ندخل على مجلس الصوره الحمصيه، الصوره الذهنيه. يمكن هيكونوا ضيوف عندي هذا المجلس بشكل دائم يعني، لان خلاص انا فتحت عليهم الهويس. يعني انا فتحت عليهم الهويس ان انا ما عنديش اغلى واعز من مصلحه نادي الزمالك. كلنا شفنا امبارح محمد طارق عضو مجلس الاداره طالع وبيتكلم في القناه اللي بيتهان فيها كباتن الفريق شيكابالا وعبد الله السعيد وزيزو، واتهان فيها احمد سليمان واعضاء مجلس الاداره. شفنا محمد طارق طالع بيكافئ القناه وطالع معاهم واتكلم. شفنا مجلس اداره الزمالك بيشكر في قناه اون اللي تهجمت على احمد سليمان وتهجمت قبل كده على حسام المندوه وغلطت في لعيبه كتير في نادي الزمالك واهانت نادي الزمالك وجماهير الزمالك. فاحنا عندنا مجلس اداره يعني كان موجود المجلس السابق كان بيقولوا على رئيس النادي السابق يعني انه بيحب يظهر في الاعلام والشو والحديده والكلام ده كله. فهو كان راجل واحد بس موجود وهو اللي بيتكلم، ما كانش حد بيتكلم غيره، ولا كان حد في مجلس الاداره يجرؤ يتكلم الا لما ياخد الاذن. فكان واحد بس اللي بيتكلم. فعلى كلام الناس اللي بتقول ان كان في حد ماسك الحديده، فاذا كانت حديده واحده. حلو. دلوقتي كام حديده؟ شوف انت بقى عد كام حديده، شوف كام واحد بيطلع في الاعلام. استثنى المحترم هاني بيرزي وعمرو الادهم بيطلع مداخلات، ولكن برضه مش كتير، ولكن برضه المفروض ما يطلعهاش. ما بشوفش احمد خالد حسنين، ما بشوفش يعني رامي نصوحي، ما بشوفهمش كتير. ولكن الكبار بقى حسين لبيب والمندوه وهشام نصر واحمد سليمان، ودلوقتي محمد طارق اهو دخل في الزحمه. ما هو اشمعنى بقى الكبار بيظهروا؟ ما انا من حق انا كمان اظهر. بقى عندك كام حديده؟ عد بقى. لو المجلس كله بقى، لو تتكلم عن المجلس كله 12 حديده. المتحدث الرسمي الحديده 13. طب انا عاوز اسال حضراتكم سؤال، انتوا ليه جايبين متحدث رسمي؟ يعني المتحدث الرسمي ده راجل طالع بيتكلم عشان مجلس الاداره ما بيتكلمش، انما انتوا ليه جايبين متحدث رسمي؟ ما انتم كلكم بسم الله ما شاء الله جعانين ومحاريم. انتم كلكم جعانين، عارف الجوع، انتم جعانين، انتم عندكم شهوه الاعلام. خلاص عرفنا. حتى محمد طارق ده طالع لي. مين محمد طارق ده؟ يعني ايه كينونته؟ مين؟ مع احترامي عضو مجلس اداره الزمالك. طب لو كان دخل لوحده بره القايمه كان نجح؟ لا ما كانش نجح. ده يعني اقول لك ايه، يعني ناس اسمائها اكبر منه ودخلوا سقطوا، فلولا دخوله مع القايمه الموحده ما كانش نجح، لا هو ولا اللي معاه. فمين الناس دي طالعه بتتكلم بتاع ايه؟
بتفهموا ايه عشان تطلعوا تتكلموا؟ ايه الخبرات اللي عندكم عشان تطلعوا تتكلموا؟ ما اعرفش. وكمان ده بيطلعوا في القنوات اللي بتهينك. لا ده انتوا قاصدين اهانه نادي الزمالك. انت كمجلس اداره انت متواطئ مع الاعلام ومع القنوات. انا ما افهمهاش الا كده، والله بحلف بالله. حد بيشتمني ومجلس الاداره بتاعي بيطلع معاهم، عارف انت لو ما ردتش ممكن اقول ان انت راجل بتستخدم اسلوب ايه؟ لا انا مش هرد عشان ما اعملش اهميه. يا اخي انا ممكن اضحك على نفسي وعلى المتابعين اللي بيتفرجوا عليا واقول لهم ايه؟ اصل مجلس ادارتنا ما بيردش عشان خاطر احنا مش عايزين نعمل اهميه. انما انتوا يا ريتكم ما بتردوش، بس ده انتوا ما بتردوش وبتطلعوا مع القناه، فانتم متواطئين مع الاعلام ضدنا. انتم متواطئين مع الاعلام ضدنا. ايه خدت الكونفدراليه؟ ما الاهلي واخد دوري الابطال اللي قد الكونفدراليه 10 مرات. فين اعضاء مجلس اداره الاهلي؟ ما بيطلعوش ليه؟ انا هنا اكتر واحد بهاجم النادي الاهلي وجمهور الاهلي شتايم بالعبيط عندي في القناه، ولكن ما بيطلعوش ليه اعضاء مجلس اداره الاهلي؟ ليه مش محاريم زيكم؟ ليه ما بشوفش المرتجي وفلان وفلان ليه الناس دي ما بتطلعش تتكلم؟ عشان الناس دي بتحب ناديها ومش عاملين متحدث رسمي. يعني مثلا الاهلي يا ريته ده الاهلي لا بيطلعوا يتكلموا ولا حاطين متحدث رسمي. انتوا بتطلعوا بتتكلموا وحاطين متحدث رسمي. الاهلي انجازاته اكبر منكم. شوف الاهلي محقق كام بطوله في كذا لعبه، شوف محقق كام بطوله في كذا لعبه، وشوف انتم خدنا على قفانا في كل الالعاب، في كل الالعاب، وبطوله كونفدراليه والبطوله بتاعت البنات اللي هم بس، وطالعين كل يوم في الاعلام. امال لو انتم بتاخدوا بطولات زي الاهلي هتعملوا ايه؟ بجد هتعملوا ايه؟ هتخشوا لنا في شققنا؟ هتقعدوا معانا في شققنا؟ بطلوا حرمان، بطلوا جوع يا مجلس الحديده. اقعدوا بقى واختشوا وخلي عندكم شويه بقى، وبصوا واتعلموا من اسيادكم. والله العظيم اسيادكم. والله ما بحب الاهلي ولكن انا بحترم مجلس اداره الاهلي. انا ما بحبش النادي الاهلي ولكن قلت لكم بحترم مجلس اداره الاهلي. ناس محترمه شغاله في صمت. اللي بيطلع يا حد يجرؤ في الاعلام يتكلم على لعيبه النادي الاهلي اللي رجع مين كان معرفش طاهر محمد طاهر ولا مين، رايح برنامج اتصلوا بيه قالوا له ارجع. مفيش ظهور اعلامي بعد موضوع قفشه وقفلوا على نفسهم. لا لعيب بيطلع ولا اداري بيطلع ولا عضو مجلس اداره كل يوم عمال يتنطط عامل زي الزنبلك من هنا لهنا لهنا. اتقوا ربنا بقى وابعدوا عن وشوشنا بقى. اقسم بالله قرفنا منكم. اللي فات حديده وانتم حدايد ومتحدث رسمي. كفايه ارحمونا. على الاقل كان رئيس النادي السابق بيطلع على قناه الزمالك فكان عامل عليها نسب مشاهده يا سيدي، والزملكاويه والاهلاويه بيخشوا. انما انتوا حتى ما بتطلعوش على قناه الزمالك. كفايه بقى ارحمونا. اقسم بالله ما طايقينكم يا جماعه. ما توصلوا لهم الكلام ده. مش طايقينكم. يا ريت كان الحكم طلع بحل المجلس والله وكنا رجعنا. ما احنا متعودين على اللجان. ما هو الزملكاوي لو ما تعيلوش في السنه 4-5 لجان ما يتكيفش بصراحه. وعزل وزوال عضويه احنا خلاص تعودنا. دمنا خلاص يعني جتتنا نحست. بصراحة مش طايقكم. اقسم بالله ما طايقكم. ومجلس ادارة الاهلي برقابيكم والله العظيم. وناس محترمة وبتحب ناديها وناس شيك لارج مش جعانين عمالين يلحسوا لجزم القنوات والاعلاميين اللي بيشتموكم وبيهنوكم وبيهنوا ناديكم وجماهير يعني الجماهير بتاعتكم ولاعيبتكم. خلي عندكم كرامه بقى. خلي عندكم كرامه بقى. سعدت جدا بيكم وان شاء الله نتقابل دايما على خير والصحه والسعاده. ما تنسوناش في الدعم اللي بننتظره دايما منكم. اشتراك في القناه لو لسه جديد معانا، وتفعيل الجرس على الكل، ولايك وشير للفيديو. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى. والسلام عليكم. مع الف سلامه.